في أول حلقة من بودكاست Behind the Business. هنا مش بس بنحكي قصص شركات، احنا ندخل جواها ونفهم ليه نجحت وليه وقعت، ونتعلم من الكواليس اللي محدش بيشوفها. أنا منى طلاب، دي أول حلقة من بودكاست، قلت أبدأ بحاجة تقيلة. الشركة جمعت تمويل 1.75 مليار دولار، وكان وراها ناس خبرة من هوليوود وسيليكون فالي، بس قفلت بعد 6 شهور بس. ازاي ده حصل وازاي شركة بكل المميزات دي تقع بسرعة؟ تعالوا نبدأ الحكاية. سنة 2020 ظهرت منصة اسمها كويبي. الاسم ده باختصار لكويك بايتس، يعني المحتوى السريع. الفكرة ببساطة إن أنت يبقى عندك محتوى فيديو بجودة سينمائية مدته أقل من 10 دقايق، يتشاف من الموبايل بس ويتعرض في وضعين، سواء horizontal أو vertical. يعني كانوا شايفين إن المستقبل الموبايل، وإن الناس عايزة تشوف المحتوى احترافي في أي وقت وهي بتتحرك. نيجي بقى للمؤسسين، وأول مؤسس عندي كان جيفري كيتزنبرج، واحد من الناس اللي عملوا دريم ووركس وكان نائب رئيس ديزني. وتاني مؤسس عندي كان ميك ويتمان، كان السي او اتش بي، وشخصية ضخمة في عالم البيزنس، يعني ناس مش صغيرة، دول ناس كبار قوي قوي قوي. بعد كده الناس اتحمست وجمعت 1.75 مليار دولار من شركات زي ديزني، ان بي سي، علي بابا وشركات تانية كتير. يعني كل صناع الترفيه كانوا وراهم. طب ايه اللي عملوه؟ اول حاجة ان هم انتجوا برامج ومسلسلات اصلية مخصوصة لكويبي. تاني حاجة ان هم صرفوا ملايين على انتاج كل دقيقة. تالت حاجة إن هم عملوا حملة إعلانية مرعبة قبل الإطلاق، خصوصا في السوبر بول. يعني كل حاجة كانت بتقول إن المشروع ده هيكسر الدنيا. بعد كده أطلقوا المنصة في أبريل 2020، وفي أول 3 شهور الأرقام كانت محبطة جدا. الناس حملت التطبيق بس مفيش أي ريتنشن، يعني الناس مش بتكمل ومش بتجدد الاشتراك بعد فري ترايل. في خلال 6 شهور بس أعلنوا إن كويبي هتقفل. الناس كانت مصدومة، إزاي كل ده يضيع؟ طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل بقى، والغلطات اللي قتلت كويبي. أول حاجة إن التركيز على الشكل مش على تجربة المستخدم. هما ركزوا على جودة الإنتاج وعلى إن المحتوى يتعرض بطريقتين، سواء horizontal أو vertical، لكن تجاهلوا حاجة كبيرة جدا. تجاهلوا إن المستخدم في الآخر عايز يشوف الحاجة تشده، مش تبهره تقنيا وخلاص. تاني حاجة إن مفيش أي محتوى قابل للمشاركة، وواحدة من أكبر غلطاتهم إن منعوا الناس تشارك المحتوى سواء على السوشيال ميديا. يعني مفيش أي سكرين شوت، مفيش كليبس، مفيش ترند يتبني في عصر التيك توك والريلز. كل ده كان انتحار. تالت حاجة إن هما أطلقوا المنصة في عز الكورونا. هما كانوا عاملين حسابهم إن الناس هتتفرج على كويبي وهي في المترو وأوبر، يعني الناس مستعجلة عايزة الحاجة بسرعة تتفرج عليها. بس الناس في 2020 كانت قاعدة في البيت وعندها شاشة كبيرة وعندها وقت فراغ كبير جدا. رابع حاجة إن هما استهدفوا الغريب. كانوا بيتكلموا جيل زد، بس بالطريقة اللي الناس الكبار بتتخيل بيها الشباب، فالكلام ما كانش راكب، لا في المحتوى ولا في التسويق. خامس حاجة إن الناس دي ما كانتش بتسمع. رغم التحذيرات اللي جت من البداية، ما عدلوش في أي حاجة. مفيش أي فيدباك لوب حقيقي، مفيش أي محاولة بيفت، بس الإصرار على الفكرة زي ما هي. طب إيه الدروس اللي ممكن نتعلمها منهم؟ أول حاجة إن التنفيذ أهم من الفكرة حتى لو كانت عبقرية. تاني حاجة إن أنت لازم تعرف جمهورك وتتكلم بلغته. تالت حاجة إن أنت تشارك المحتوى وتخليه يعيش لوحده بره منصتك. رابع حاجة إن أنت ما تدخلش السوق بتصورات قديمة عن ذوق الناس. خامس حاجة إن أنت بيفوت بسرعة أو الناس هتسيبك تموت. طيب قعدت فكرت، طب أنا لو كنت التيم كنت عملت إيه؟ أول حاجة إن أنا كنت هطور المحتوى بالتعاون مع صناع تيك توك واليوتيوب. تاني حاجة متهيالي إن أنا كنت هعملها، وكانت أهم حاجة كنت هعملها، إن أنا كنت هفتح الشيرين من أول يوم. تالت حاجة إن أنا كنت هخلي أول 3 شهور فري تماما. رابع حاجة إن أنا كنت هعمل بيفوت سريع جدا وقت الكورونا، أضيف وضع للتلفزيون، أخفف التكاليف، أعيد جدولة المحتوى. وأهم حاجة إن أنا كنتش هصرف بالشكل المجنون ده قبل ما أتأكد إن الناس فعلا عايزة اللي أنا أقدمه. ويبي مش أول ولا آخر شركة تقع وهي معاها كل حاجة، بس اللي حصل هناك كان درس واضح جدا، إن الفلوس مش بتحميك من الغلط، والفكرة لوحدها مش بتنجحك، والجمهور هو الحكم. لو عجبتك القصة وحاسس ان النوع ده من التحليل ممكن يساعدك أو يلهمك، تابع البودكاست وشاركه مع أصحابك، واستنوا الحلقة الجاية نحكي عن شركات تانية.